انا لما دخلت العربيه دي حسيت ان انا دخلت مايبخ مش عربيه صيني. دي هي اجمل واغلى واكبر عربيه صيني بنزين انا صورتها في حياتي. اكسيد في اكس. عندك شاشه قدامك، جنبها شاشه عملاقه في النص، جنبها شاشه ثالثه للي قاعد جنبك عشان كل اللي قاعد في العربيه يبقى مبسوط. سماعات من لاين ميلودي، انا بصراحه اول مره اسمع عن البراند ده بس شكله حاجه قويه، والحته دي طالعه لقدام عشان تحمي الشاشه من الشمس، مهتمين بكل التفاصيل. لو فتحنا الحته دي هنلاقي 2 وايرلس شارجر مش واحد، وشويه زراير للتحكم ودرج كبير فيه تبريد. وبص التفاصيل، عامل لك مكان للاقلام ومكان للكروت. كراسي من نفع ليزر فيها تسخين وتبريد وثلاث وضعيات ميموري. لما بتعمل كده بس الكاميرات 360 بتظهر اللي بتقدم كواليتي عاليه جدا، ده غير ان هي فيها كل انظمه الاداس اللي تتخيلها ولا ما تتخيلهاش. انوار LED، وبصوا الشبكه قد ايه، تحسها شبكه ملعب خماسي. والعربيه بتيجي بموتور 2000 سي سي، بقالنا كتير قوي مش بنشوف عربيات بتجي لنا بالموتور ال 2000. بيطلع 261 حصان و400 تورك مع فتيس اوتوماتيك 8 سرعات عادي جدا، والعربيه اول ويل درايف. والعربيه مساحتها عملاقه وتحسها شبه عربيات كتير، اللكسس والرينج روفر والتويوتا اللاند كروزر. الشاشه دي بتقول لك بس ارقام التكييف بس، مع الاسف مش بتعرف تتحكم فيها، فتحات التكييف هتلاقيها فوق هنا. العربيه فيها شنطه كهرباء مساحتها 450 لتر، والعربيه بالمناسبه 7 سيتس، بس انا بامانه مكسل اقعد في ال7 سيتس، بس انتوا فاهمين يعني. واكسيد هو براند تبع مجموعه شيري، بس هو اعلى حاجه عندهم زي مثلا سيات وكوبرا ستروين ودي اس نفس الفكره. وجاهزين للمفاجاه، العربيه دي سعرها بيبدا من 2,680,000. انا عارف ان الرقم يخض، بس لو قارنتها كمواصفات هتلاقيها تمشي، ولو عايز العربيه دي هتلاقيها في اكستريم اوتو.